القوات التركية كان يجب أن يبحثه السيد عادل المهدي مع الأتراك. أكثر من وفد أمني ودبلوماسي ذهب إلى أنقرة للتباحث حول هذا الموضوع. للأسف لحد الآن يعني أقولها بصراحة، حتى لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي مقصرة في هذا الاتجاه. يجب أن نعرف هنالك اتفاق جرى قبل 2003 بين حكومة صدام وحكومة الحكومة التركية بإعطاء المجال للقوات التركية بالدخول لمسافة 75 كيلو. بعدها تم إخلاء هذه المناطق. بعدها أنكرت الحكومة في الدولة السابقة لوجود قوات تركية، عندما أظهرت بعض القنوات أن هنالك معسكرا يرفع العلم التركي. يعني بدأت إجراءات واستنكارات، لا يمكن السكوت عن هذا الموضوع، يعني هذا خرق للسيادة. هو احتلال للسيادة، يعني لا يمكن وجود قطاع. الدستور يقول لا يمكن وجود قطاعات عسكرية لأي دولة إلا بطلب من الحكومة العراقية.